بسم الله الرحمن الرحيم. مع اللقاء الثالث مع عمنا العزب أبو عوض من أعيان وكبارات الجزيرة، جزيرة القرنة وكبارات الحساسنة، ويحدثنا وهو الذي عاش أجيال وأجيال مواليد 1937 عن ما كان من سنوات وافتقدناه الآن في زماننا. لو يحدثنا عمنا العزب عن الأكل بدري، كان إيه أنواع الأكل الذي كان يزرع؟ أكل الناس اللي كانت قديمة. هو في أكل الناس القديمة غير اللوبيا والأكل اللي هو بتاع كانت تاكل الناس اللي بدل اللي كانوا عايشين على كانوا عايشين على القيضي وعلى الشعير وعلى الفول. ناس بدل كانت الواحد كان يتحزم وينزل بتاع العود على بالتوتين بتاعه، يا قيضي يا شعير يا بر. القمح ده كان فاكهة، أنا لحقت القمح ده فاكهة. ياخد بتاع ده القمح يطحن طحنة قمح ويطحن 3 طحنات من ذكة. ده البيوت اللي هي الغنية يجي الصبح يجيبوا الرغيف ويشرحوه، كل واحد ياخد حتة قد كده يشرب بها الشاي. بعد كده ما يشوفش تاني القمح إلا تاني يوم الصبح. هو ياكل قيضي وياكل بر وشعير. يعني كل بتاع ده كل زرع في أوانه. يعني الشعير ده شتوي بعد ما يتجمع ويدخل الحبوب بتاعته داك الشعير. الجفص في القيض نزل القيض ده وقعوا في الأرض وحملوه. ده يتاكل القيض فوق أوانه. البر ده اللي على شهور قناديل ده برضه له أوان الأيام دي مضروع الأيام دي. يجي ياخد بالك بعد ما شهر 9 يطيب يروح يقشروه ونشفوه، وبعد كده ياخد بالك يا أمة يحتوه حت بالأذين، يا أمة يدق إن كان كتير يدق ده. هو الطاحونة كانت ازاي بدري؟ الطاحون كانت وين؟ هنقول لك. كان عارف المقام بتاع الشيخ؟ مقام الشيخ. الطاحون دي كانت 6 حجارة. عبارة عن حجارة فوق بعضها؟ لا كده مقطورة كده وعلى علو عشان الويبة تبقى فوق وتكوا فيها الغلة. الدقيق ينزل تحت. ما هو كل الدقيق تحت عند زي حاليا عشان تكون عالي الويبة عالية والنتع. بس دكيتي كانت مسقوفة خشب زي كده والحجارة مقطرة. كانت 6 حجارة بتاعت بيت الشيخ ده الدقيق. مثلا في حجارة لسه راح ينكشوها دهبل. في حجارة شغالة، حجارة زي عجلين يا راجل. لا ده حجر كده. ايوه بس متدور ويبر ميوه متدور. أيوه. وفي التحتاني في زي برضه متدور، بس في زي مجرى يعني مكحوت. مجاري. المجاري دي اللي تنزل دقيق. ما هي لما تجي الصف اللي زي ده اللي هتقول بيه انت المجرى اللي زي ده هتخش فيه الغلة وتشهق. تمام. لما تذهب المية العالية دي يروح نكشينها، ينكشوها عشان تعلى. يعني ينكشوها الطالي ويلف الحجر.
الغلة تنزل تحت، في حجارة مخصوصة للقمح، يعني في مثلا حجر للقمح والثاني للحبوب، اي للبر وللقيط وللحاجات اللي زي. تمام. فهو يكون ايه، خد بالك الاكل، هو الاكل بتاعه كان. طب كان في وفرة يعني بالنسبة للناس كلها كل واحد على قده. ممكن واحد يكون واخد ما كانش في كيالو. اي بدري كانت في أوقة. اي بس ما فيش بالأوقة، بس الأوقة ده عبارة عن ايه؟ الكيلو. أوقة زي الكيلو، يعني مقدار كيلو تقريبا. لا الكيلو الأوقة 3 إلا ربع، 3 أرطال إلا ربع. والكيلو 2 إلا ربع. تمام. يعني أكثر من الكيلو بحاجة بس. كيلو وتلت مثلا. الأوقة 3 أرطال. هنقوله كيلو وتلت. 3 أرطال إلا ربع. أي. والكيلو 2 إلا ربع. أي تمام. حاليا كيلو 2 إلا ربع. طب بدري كانت في حاجة اسمها كيلة. الكيلة دي ايه؟ لو بالربعة، الربعة كلها، والله عندنا ربعة قاعدة للدلقين. ما شاء الله. الربعة الكيلة 8 ربعات. الرفطاو 4. الرفطاو 4 ربعات. كان ايه، خد بالك الكيلة دي كان لما يجي التاجر، مش زي دلوقتي بالميزان والكلام، التاجر يجي عاوز، انت عندك غلة عاوز يجي ياخذها، يجي ياخذها بالكيلة. يجي كيال مخصوص، يجي خد بالك يفضل الغلة، هو يروح ضارب الكيلة ويقول لها كده. في جرادي وفي تجاري. الجرادي ده يقول لها كده ويشيبها ويدلقها في الشوال. لا التجاري يقول كده ويروح مديها في بعضها كده بسنده. يقول لها كده للتجاري. لكن في حاجه، لو انت عاوز ثلاجه ياخذ منك الاردب 12 كيلو. الاردب 12 كيلو، والنقيصه 8 كيلات. لو عاوز انت تدي، هيخلق منك غله ويظلمك في الرده دي، ياخذ 13 جراد. أنا أقول لك لو ما يضربش عليها هياخذ 13 أردب. لا هيشتغل بقى ياخذ 12. طب كان يعني الزرع بدري كان ايه مثلا، عبارة عن ايه اغلب الزرع في القرنة؟ ايه هو كان الزرع يعني ما هو العادي، كان بس يعني ياخد بالك كان يزرع القيضي. تلقي ما فيش قيضي اول ما تزرعه، وبلد متعوشة من دول البلاد القرنة في القيضي. البلاد كلها تسوق قيضي، وهنا والقيضي تاخد بالك علفة للبهايم وتمام وللطير. القرنة ما تسوقهاش، قال لي ياكل الطير. انت لو سقت مثلا دي وجه مساكن ما كانت راح واحد ساكن فدان ياكل الطير. لكن لو انت مثلا سقت وجساك بقعة مثلا الزرعة بتجيره 50-60 فدان والساقط كده، حياكل قراط من الواحد، خليه ياكل 2 الطير، مش حياكل 2 قراطين. يعني من 24 صدرت لك 22 دي راح تملى البيت غلط. لكن القرنة متعوشة، أنا مسميها المتعوشة. الزرع أتحس بلد في الزرع يكون القرنة وقعاويين. تلقى الواحد الزرعة مليانة حشيش ومليانة بلاوي زرقاء، يبص فيها وما يقربش.
تلقاني ما اكون لابس جلابيه الصوف. وبصيت على الزرعايه فيها الحشيشه ينبط بجلابيه الصوف، يكون رايح نقضي واجب وراح تتزغوط. يعني نعرف الجلابيه حتتزغوط من اللي هي دي، نرجع لها تاني عشان نشيل الحشيشه من الزرعايه عشان الزرعايه تنمي. لكن كنا انت لو بصيت على كده طلعت فوق بالحرج. والله انا لما عم نطلع هنستعجب